في واحدة من كلاسيكيات الزمالك اللي متعودين عليها، الزمالك بلا جماهير يفقد نقطتين جداد في دوري المجموعات. مين فينا ما شافش الماتش ده قبل كده كتير على مر العصور؟ تبدأ المباراة مسيطر وبتلعب كورة وبتروح وبتضيع واحدة واثنين وثلاثة وتقعد رجل على رجل، وأحيانا تمدد في انتظار جون الزمالك في أي لحظة، فتلاقي نفسك فجأة وبدون سابق انذار وانت ممدد على الكنبة لابس جون في غفلة من الزمن وواقع على الأرض، وتكمل المباراة من الوضع واقفا، وهوب السيطرة ولعب الكورة والاجوان اللي بتضيع تقلب لعشوائية وتسرع وعصبية مع شوية حظ بيطلع لك لسانه، والفريق المستأنس اللي كان من شوية مستسلم وراضي بنصيبه انك تسجل فيه في اي وقت بيقلب على فريق تيكي تاكا وبيروح عليك مرة واثنين وثلاثة وبيركب الماتش وبيضيع، وربك بس اللي بيستر. كلاسيكيات دي ولا مش كلاسيكيات؟ شفتوا الماتش ده قبل كده ولا لا يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ الزمالك بيبدأ 4-2-3-1 كالعادة، الشناوي علي جبر الونش، على يمينهم حسني فتحي وعلى شمالهم احمد فتوح، ديفندرين معروف واضطراريا صلاح ريكو، قصادهم 3 شيكابالا في اليمين ورفعت في الشمال ومحمد ابراهيم في القلب تحت اسم باسم مرسي. الزمالك بيقدم احسن نص ساعة هجومين الموسم ده، وشوط محترم في العموم بينتهي بتقدم اتحاد العاصمة بجون من ضربة ثابتة سجلوا منها كتير قبل كده، واخر مرة قصاد اهلي طرابلس لو في حد بيتفرج يعني، وحتى لو في حد بيتفرج برضه سجلوا بنفس الطريقة حتى لو كان فيها اوفسايد. وطبيعي زي ما احنا عارفين اللي بيضيع لازم يقبل، وكمان اللي يقرر بمحض ارادته انه يلعب على ارضه والمدرجات فاضية بمزاجه بالمنظر ده ما ينتظرش اي هزة نفسية لا للخصم ولا للحكم ويستحمل بقى. الزمالك بيلعب بنفس لعبته في الفترة الأخيرة، تحضير في أي مكان في الملعب وكرة عكسية لشيكابالا، نجحت كذا مرة في بداية المباراة، وبعد فترة فهمها مدرب الاتحاد ورحل المدافع عشان يساند الباك ليفت وقفل الحتة دي ضبة ومفتاح على شيكابالا، ومع إصرار لعيبة الزمالك على نفس اللعبة خصوصا بعد جون الاتحاد كان طبيعي يخلص الشوط 1-0. الزمالك عنده مشكلة دفاعية في باكين الطرف، نقطة ضعف واضحة وتم اختراقها تماما بمنتهى الأريحية طول المباراة، وربنا ستر في أكتر من كرة من الطرفين ضيع فيهم الاتحاد بدل الجون 3، لكن برضه والباكين ما يشيلوش الليلة لوحدهم، رفعت وشيكابالا تقريبا باعوهم دفاعيا بشكل كامل. وهجوميا مدرب الاتحاد ساعد الزمالك في الشوط الاول انه كان بيدافع بعرض الملعب، فالقلب كان فاضي، كان محتاج واحد من الديفندرات يزيد بشكل مستمر في المساحات الكبيره اللي في القلب، عملها معروف مره وريكو مره، وكل عام وانتم بخير. ماتش زي ده بمساحات القلب دي كان محتاج ايمن حفني حتى لو رجليه الاتنين في الجبس. في الشوط الثاني مدرب الاتحاد اخد باله وضيق المساحات في القلب وخنق الملعب تماما، وبناء عليه في ظل اصرار الزمالك على لعب كور عاليه على مدافعين طوال انها تترد كل هجمات الزمالك بهجمات مرتده خطيره لاتحاد العاصمه من الطرفين. الشوط الثاني عنوانه تغييرات متاخره وصربعه ومحمد ابراهيم مستمر غصب عن الكل، ورغم كل اللي قلناه برضه الزمالك وصل بخطوره 3 مرات لما قرر في لحظات يتخلى عن اللعب كور الطوليه والاختراق من العمق، منهم هجمه بروحين في اخر الشوط. باسم كالعاده في المواقف اللي بنحتاج يفكرنا فيها بنفسه بيصمم ينسينا انه موجود اساسا. هو المهاجم ايه غير تمركز صح واقتناص فرص؟ حد يقول لي ايه المتوفر من دول في باسم حاليا؟ اما مصطفى فتحي فمفيش اي اندهاش من الفرصه اللي ضيعها، لان كلنا عارفين ان كل ماتش بتتصرف له فرصه اكيده لازم يضيعها، فالحل ان لازم يجيله فرصتين يمكن يجيب الثانيه. تغييرات إناسيو المتأخرة صاحبها تغييرات جوه الملعب بدخول شيكابالا للقلب ومصطفى يمين وستانلي شمال. أما مايوكا فاكتشفت وجوده وهو بيجيب جون التعادل غصب عنه على حبة عينه، يعني هو عمل كل اللي يقدر عليه عشان ما يجيبهاش بس ربنا ما وفقوش. الصراحة الجون ده مش محتاج لعيب كرة من الأساس عشان يحطها، يعني لو حطينا قمع تدريب في المكان ده الكرة كانت هتقع عليه وتدخل، بس أنا نفسي أدخل دماغ الراجل عشان أفهم إزاي وليه وبأمارة إيه مايوكا يكون على الدكة على حساب حسام باولو. من اهم مكاسب مباراة النهاردة ان الزمالك وللمباراة التانية على التوالي بيجيب جون في الدقيقة 90. الافضل في المباراة دي هو معروف يوسف بلا منافس، المنافسة كانت قوية جدا على الاسوأ، حسني ولا محمد ابراهيم ولا رفعت ولا باسم، وبعد منافسة شرسة
محمد ابراهيم بيفوز باللقب بجدارة واستحقاق وعن مجمل اعماله الموسم كله. كلمة اخيرة، الماتش ده لو كان بجمهور كان الزمالك كسب ايا كان مستواه. نقطة.